السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة كده وفي احسن حال. معانا النهاردة فيديو صحي وجميل قوي. زي ما انتم شايفين كده معانا لحمة بفتيك اللي هي شرايح كده، بس انا جايباها من عند الجزار، يعني هي مفروض يعني مظبطها، بس جايبها لي كبيرة يعني، فانا هقطعها على حسب ايه ما انا محتاجة الطول بتاعها يعني. هنعمل بقى النهاردة مع بعض وصفة كده صحية ودايت وسهلة برضه هتعمليها يعني وانت واقفة، مش هتكمل معاكي ربع ساعة. جوزي طلب مني يا بنات اكل دايت، يعني عقبال عندكم كده بيقول ان هو هيعمل دايت، فاهو جاب لي الوصفة اللي يعني اللحمة دي وقال لي اعملي لي اكلة دايت كده، فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي والطريقة ازاي. انا معايا كده هنا حوالي نص كيلو لحمة بفتيك، جايباه من عند الجزار، يعني مقطعهولي ومظبطه، فانا يعني مش هفرده تاني، هو مفروض بما فيه الكفاية، ولا هدق عليه. بس انت لو انت عايزة تجيبيها او مش مظبطها زي كده، قطعيها وافرديها بقى. لو عندك بقى الشاكوش بتاع البفتيك ده ظبطيها يعني، فرديها عشان ما تاخدش معاكي وقت في السوا. بعد ما قطعناها كده هنجيب بقى الخضار برضو بتاعنا، طماطم وفلفل وبصل، بس كده مش هنحط حاجة تانية. انت حابة بقى تحطي جزر، تحطي بطاطس، تحطي اللي انت عايزاه، اي خضار يعني براحتك. انا هستفى بس بالبصل والطماطم والفلفل. هنقطع البصل كده شرايح او جوليان، والطماطم مكعبات والفلفل مكعبات برضو، ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. ما تنسوش يا بنات تحطوا لايك بقى، وتشيروا الفيديوهات في كل مكان عشان عيلتي تكبر بيكم. بالله عليكم لا تشيروا الفيديوهات وتحطوا لايك، يعني انا بصراحة متفائلة بيكم خير ان القناة يعني تكبر على ايديكم، طبعا بعد فضل ربنا الاول وكرموا علينا ان شاء الله. فياريت يا بنات تدعموني وتحطوا لايك وتشيروا الفيديوهات، عشان كل اللي ما شافش الفيديوهات يعني يشوفها ويشترك في القناة، وربنا يوسع علينا وعليكم يعني يا رب. زي ما قلت لكم هنقطع الخضار كده مكعبات او شرايح زي ما تحبي، وزي ما انتم شايفين انا هنا حاطه الطاسه هي على النار بتسخن، عشان لازم الطاسه بتاعتك تبقى سخنه في الوصفه دي يعني، عشان لما تنزلي تدي صدمه للبفتيك ما ينزلش الميه بتاعته. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخلي انا النار يعني النار عندي هاديه شويه، البوتاجاز هادي، فحاولت على قد ما اقدر ما اخليهاش يعني تجيب ميه. بس يعني انتي لو انتي عندك بوتاجاز وناره عاليه، خلي النار عاليه، ما تهديش النار عليه عشان ما تجيبش ميه بتاعتك. وبعدين هننزل في الطاسه بحبه زيت صغيرين كده، نمسح بيها بس الطاسه، ونسيبها تسخن حبه صغيرين، وبعدين ننزل عليها ايه باللحمه، تاخد صدمه اهو. وزي ما قلت لكم هحاول انا يعني النار عندي هاديه، فانا مخليها عاليه عشان ايه ما تنزلش الميه بتاعتها. اه هي حالا مع ان هي سخنه خدت لون. هنكمل بقى ونحط باقي اللحمه في الطاسه لحد بقى ما تتشوح، ونفضل نقلب فيهم كده لحد ايه ما يعني ياخدوا صدمه، وحتى لو نزلوا ميتهم الميه يعني تشربها. ونشوف بعدين هنرجع نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هاي اللحمة شوحنا كل اللحمة، اديناها صدمة وشربت برضو المية اللي هي نزلتها، يعني ما نزلتش مية كتير بس شربت المية اللي نزلتها. ان شاء الله المرة الجاية يعني هنعمل البفتيك بالطريقة العادية، بس المرة دي يعني زي ما قلت لكم جوزي طلب مني اكلة دايت، فانا ايه يعني قلت اعملها معاكم. هننزل بقى بالخضار على اللحمة
وهنشوحها تشويحة بسيطة، وبعدين ننزل بالتوابل بتاعتنا بقى. توابلنا بقى من كل حاجة معلقة ربع معلقة صغيرة. هنحط ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة ناشفة، وربع معلقة توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات لحمة وحبة فلفل وحبة ملح، ونديها تقليبة مع بعضهم. يعني هي دي بهاراتنا، يعني من كل حاجة رشة بسيطة، عشان احنا مش عايزين طعم التوابل تطغى على طعم اللحمة، يعني او يغطي على طعم اللحمة. احنا عايزين يعني نحس واحنا بناكل بطعم اللحمة مش بطعم التوابل. هنظبط بقى الملح بتاعنا وهنقلبها تقليبة بسيطة، ونسيبها تتشوح شوية مع البصل والطماطم والفلفل والمية اللي هتنزلها البصل وهينزلها الطماطم، وبعدين نشوف احنا مع بعض هنعمل. سهلة يعني، وصفة سهلة وبسيطة، وهتعمليها وانت واقفة مش هتاخد منك وقت، وصحية ومن غير برضو ولا فيها زيوت كتير. ما يعتبر ما فيهاش زيوت، لان حطينا يدوب يعني رشة زيت مسحنا بيها الطاسة. فايه يعني هتعمليها وانتي واقفة. انا لو تبعض يعني والله ما خدت مني وقت. وكمان كنت داخلة المطبخ متأخرة، يعني انا دخلت عملتها الساعة 1:30، الساعة 3 كنا بناكل منها، ما خدتش وقت كتير. وكمان انا فرن البوتاجاز بتاعي هادية، فانتي ممكن تاخدي وقت اقل في التسوية بتاعتها. بس بعد ما حطينا التوابل وتتشوح، هنحط لها حوالي كوباية مية كده، او يعني كوباية كبيرة مية. او نسيت اقول لكم حطيت برضو رشة جوز الطيب، رشة بسيطة مش كتير يعني، واللي ما بيحبهاش يعني عادي ممكن يستغنى عنها. وهننزل بقى بكوباية مية، نسيبها تغلي، مية سخنة، هنسيبها تغلي شوية صغيرين معاهم يعني. وبعدين هنيجي لأهم حاجة، التسوية بتاعتها ازاي بقى. وبعدين هنجيب صينية تكون بتدخل الفرن وكيس حراري، وهننزل بقى بالبفتيك الدايت بتاعنا بقى التحفة ده، وطعمه كمان خطير، وكمان يعني خفيف كده اللي عايز يعمل دايت ومش عايز زيوت ولا سمنة. فجربيها يعني هتعجبك، طعمها برضو مش وحش، يعني طعمها تحفة والله. حطيناهم في الكيس الحراري وربطناهم بالرباط بتاعهم يعني، وجبنا السكينة وعملنا لهم كذا فتحة، ومية سخنة، حبة مية سخنة صغيرين وحبة خل، وهندخلها الفرن بقى. وده كان كده شكلها النهائي بعد ما خرجت من الفرن. طعم الخضار شارب من طعم اللحمة، فطعمه خطير، طعمها كان تحفة ومستوية دايبة دوب يعني. شايفين شكلها ازاي؟ وعملنا جنبهم حبة مكرونة سباكيتي كده بالصلصة، وبالهنا والشفا. جربيها، اللي عايزة تعمل دايت تجرب الوصفة دي، هتعجبها وطعمها خطير والله. الخضار برضو طعمه تحفة. بالهنا والشفا على قلبكم يعني. وعايزة اقول لكم اتفضلوا معانا. ويا رب اكون قدرت افيدكم بوصفة كده للدايت سهلة وبسيطة تعمليها. وما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس، وتشاركوا الفيديوهات في